يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. علاش هاد الحقد وهاد الشي كامل؟ خليني نتكلم. اش كيديروا انت الناس ملي بغا كيطلعوا لواحد البلاصه، واحد المنصه، كتدخلي واحد المجمع، اش كيديروا الناس؟ انا قلت لك السلام عليكم. عليكم السلام. عرفينا براسك بعدا والمدينه ديالك ودخلي في النقاش. انا مغربيه حره يا ودي راني عارفك مغربيه حره حره. وعايشه في اوروبا، ما معنى واول فرصه انني نرجع لبلادي نرجع. وخلينا ورجعي دابا؟ نتكلم. انا خليني نتكلم. انت فين عايش؟ انت فين عايش؟ واسمعيني، انا نخلص لك الباس البي ديال المغرب، نرجعك للمغرب. انا نرجعك للمغرب. اعطيني الباسبور ديالك، انا نرجعك للمغرب. نحرق الوراق ديالك قدام العالم. انا نرجعك للمغرب، اول فرصه ترجعي للمغرب. اش كديري هنا؟ اش كديري معنا في اوروبا؟ خريط الخاوي. اش كديري معنا في اوروبا مادام انك اول فرصه ترجعي للمغرب ترجعي؟ اش كديري هنا في اوروبا؟ جي لعندي يا اختي، انا نتلاقى معاك ونحيد لك الباسبور ونحيد لك وراقك ونرجع نقطع لك التيكو وترجعي في حالك. فين ما كان شي قربوزيستان كيجي كيلصق هنايا في اوروبا، كيلصق في هاد فرنسا، كدير لكم العزه فرنسا هادي وكتاكلوا وتشبعوا وكتافكم كيغلاضوا ونرجع للمغرب. ترجعي للمغرب؟ اش كديري هنايا؟ رجعي للمغرب. طلعتي غتعرفينا براسك المدينه ديالك وغتدخلي في النقاش. ما تقوليش لي انا بغيت نرجع للمغرب. انا عندي موضوع. ما هي الاسباب اللي خلات هاد خلات اش كيقولوا ليها، خلات الامارات انها تجري على هاد النساء الى المغرب. انا كنتحدى شي واحد، اي واحد غيقول لي انا بغيت نرجع للمغرب، نتحداه قدام الملأ يفتح كاميرا ويقول هذا الكلام هذا. يقول انا افضل بلدي على فرنسا، على الدوله اللي كيعيش فيها، وانا غنعاونك باش ترجع للمغرب. بهذاك الفيديو غنعاونك به باش ترجع للمغرب. اقسم لك بالله حتى نصيفطو لاعلى سلطه في البلاد، في هاد البلاد اللي كنعيشوا فيها. كنقول لك انا غنتعاون معاك. طلعي تفتحي كاميرا وتقولي هذا الكلام بالكاميرا، وقولي هذا الكلام، قولي افضل بلدي على بلجيكا. انا نعاونك. اعلى وزير عندكم تما في بلجيكا غنصيفطها ليه. نشوف هذا البشر هذا باش نساليو معاه، لانه ولينا كنعيشوا مع القطيع. انتم اصبحتم تشكلون خطرا على اوروبا، تشكلون خطر على اوروبا. يا تريك الجوع، كتهرب من الجوع، تهربوا من الفقر، تهربوا من الميزيريه من بلادكم، وكتجيو لاوروبا. حنا افديروا المغرب. اش كدير هنا ملي تفديروا المغرب؟ اش كديري هنا؟ رجعي كاع ما نلقاك هنايا عندي في اللايف. كل لقيتك جالسه في المغرب كتسنى يجمعي الفلوس باش تمشي ديري مشروع في المغرب. ياك جمعيها في المغرب وديري الفلوس في المغرب. جمعيها. انا نتحداك تجمعي الفلوس في المغرب وديري المشروع ديالك في المغرب. اما تجي اوروبا ويسخنوا عليك كتافك وتشبعي وتمشي عند الطبيب تلقاي الطبيب وتلقاي التعليم لولادك وتلقاي كلشي، ومن يقول لكم رجعوا للمغرب لا عندي ولادي كيقراو. هي الزريبه ما فيهاش المدرسه؟ ياك الزريبه فيها المدرسه، يمشيو يقراو في المدرسه. لا عندي ولادي هنا كيكبروا هنايا، ولادي ولفوا. لا 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 لا، ولفوا لا، ما كاينش حاجه سميتها ولفوا. هزي ولادك وسير رجعي للمغرب. اش كديري هنا؟ قول لهم هذه بلادي، قول لهم هذيك بلادي غنمشي ليها. فيكم غير بلا 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 خاويه، ما فيكم والو، ما فيكم والو. انا نتحدى شي واحد يطلع يفتح كاميرا ويتكلم. تحدى فيكم شي واحد اللي بغى يتجدر عليا ببلادي احسن، يطلع ويفتح كاميرا ويتكلم يقول انا باغي نرجع وانا نتلاقى معاك. الا ما انا نخلص لك البي، دير 1000 اورو انا نخلصها لك، ماشي راجل اللي ما خلصش لك البي. نخلص لك البي ترجع للمغرب. دير 1000 اورو نخلص لك البي ترجع للمغرب. سالي نحيدك، ما عندك ما دير هنايا. البلا بلا خاويه ما عندنا ما نديرو بها. الموضوع ديالي راه باين. تخرج على الموضوع تقول لي بغيت المغرب وكذا وكذا، رجع للمغرب. بلا نفر عليا راسي جاي عندي اللايف انا تهضر معايا انا. لاش جاي تقول لي زعما راه احسن المغرب؟ رجع للمغرب اصاحبي. اش كتسنى؟ ارجع. اش كتسنى؟ جاي لاوروبا عطاتك الصحه، عطاتك حق التعليم، عطاتك حق العيش الكريم، عطاتك حقك في جميع الحقوق ديك عطاهم لك، وجاي باغي تفرع عليا راسي انا. الشعب ديال بوزباله صاحبي. ما فهمتش واحد الشعب منين جا هذا الشعب هذا. هذا الشعب فين كيعيش الله اعلم. واحد انسان كيجي اوروبا كيعيش الفقر. دابا هاد السيده دابا اللي طلعت معايا، كيفاش غادي تطلع هاد السيده لبلجيكا؟ كيفاش مشات لبلجيكا؟ هادي راه كانت تحلم في المغرب، هادي كانت تحلم في بلجيكا في المغرب.
الله اعلم شحال تخارط مع راجلها في المغرب، الله اعلم شحال باست راجلها في رجليه ويديه تا وصلت لبلجيكا. راه ما كاينش شي واحد اللي كيجي هنا بشي طريقه تجيب الوراق، ما كاينش حاجه سميتها تجيب الوراق. كاينه كونطرا ديال الخدمه، كاين الزواج بحال هاد السيده دابا جايه بالزواج، جات بالزواج، جات هنا لاوروبا، بكات حتى عيط على راجلها. كتمشي دابا في الصيف، انا عارف، انا نعطيك الحاله ديالها كيفاش كتعيش مسكينه، كتدي واحد شويه الشوكولات شويه هذا جو سوي اون بلجيك، جيتي اون بلجيك، او فوالا اون بلجيك، مون ماري اون بلجيك، بيان بيان ايسي بيان، او لا لا جو سوي بلجيكون وين. هادشي اللي فيكم الحزاق والتقزقيز في المغرب، الحزاق والتقزقيز ابن عمي، العياقه الخاويه، هادشي هو اللي فيكم. وطلع عندك يقول لك المغرب حشرنا بلجيكا، حشرنا بلجيكا. علاش ملي كتمشي للمغرب ما تحط داك الهدر ديالك بلجيكا ورجعي للمغرب؟ شحال بكيتي على راجلك حتى جابك اش كيقولوا ليها البلجيكا؟ علاش بكيتي على راجلك حتى الدموع كان يخرج بلاصتهم دم باش توصلي لبلجيكا؟ وصلتي لبلجيكا وليتي دابا تقول لي انا بلجيكا اوروبا المغرب حسن رجعي. حتى الراجل ديك الاقامه قول له راجل الله يعاونك الله يفتح عليك، انا ما خدامش ليا هادشي. عايشه من بلجيكا، صيفط لامها، صيفط لباها، وراجلها يصيفط لامو ويصيفط لباه من بلجيكا، كلشي من بلجيكا. كون بقاو في المغرب خبزه خبزه خبزه، الحليب ما يشربوش، الحليب ما يشربوش، الحليب ما يشربوش، الحليب ما يشربوش. هما دابا مخارين مع الجزائريين، ما عندكم الحليب، عندكم الطوابير، عندكم الحليب على الطوابير، الحليب ما يشربوش المغرب. واش المغربي يقدر يشرب لتر ديال الحليب؟ والله لا شربوا، والله ما يشربوا. الحليب 8 دراهم 9 دراهم ابن عمي، غير عادي. اما الكامل ابن عمي 10 دراهم. اما الاخر داك الاخر ديال الباكيه الاخرى هذاك حدد ولا حرج 15 درهم. المغربي يضرب اتاي يصبح مع الصباح يضرب كاس زياده قد هذا، يبقى يقعد في داك اتاي، داك اتاي غير الماء والزغاريس، هذاك اتاي حتى النعناع ما يديروش ليه، وطرف ديال الخبز خاوي ونوض تقعد لي الفيرما ب 70 درهم و 80 درهم. يوجيو هنا تخرطوا عليا انا، راني جزائري، انا راه جاي من الجزائر، تخرطوا عليا انا راني مغربي يا ابن عمي، ما رانيش جزائري. مشي الو، الو. السلام عليكم. عليكم السلام. بغيت نقول لك غير انا جيت للسويس، ماشي عن طريق الزواج. انت جيتي صغيره، انت باينه من الغدا ديالك جابوك صغيره ولا تولدتي كاع هنا وكبرتي هنا؟ زيدي. لا لا، يا باينه من اللهجه ديالك، زيدي بلا ما تقولي لا لا، من اللهجه ديالك. انا راني وتخليني نهضر. سمعيني، انا غير من اللهجه ديالك كاع ما تحتاجي توريني انت جيتي ولا شنو لقيتها ولا الزواج ولا ماشي زواج. كملي. لا، بنقول لك انا ما جيتش بالزواج، ماشي مشكل، زيدي. بنقول لك انا بنهضر على واحد الحاجه في المغرب. انا كان عندي واحد، كنت مريضه، بالقلب، وجيت ودرت عمليه هنا، فهمتي؟ داويتي؟ يعني بنقول لك زعما في المغرب راه ما كاينش زعما ما كاينش الدواء، ما كاينش. ولكن داويتي هنا الحمد لله كلشي امور مزيانه. بمعنى ان اوروبا افضل من المغرب مليون الف درجه، ولا لا؟ من ناحيه التطبيب ماشي من ناحيه التطبيب فقط، التصبيب، التعليم، الكرامه ديال المواطن، فرص العمل، كاع المجالات المغرب. ولا انا نهضر لك على قبل، عرفتي شحال يعني مشيت لكازا، ما خليت كازا، ما داروش ليا، قلت لك ما خليت كازا، ما خليت، مشيت حتى لهذاك واحد لا كلينيك في اكدال في الرباط، ما داروا معايا والو. المهم كيصيفطوني هنا، انا ديما كنت انا ما بين كازا والرباط، ونعس شحال نعست في اكدال، هذاك واحد لا كلينيك في اكدال، ما داروا. اكدال ديال الرباط، وي ديال الرباط. وي، وقلت لك وصافي، من بعد ياك دابا بخير، امور ديك الصحه عندك مزيانه؟ صافي الحمد لله. على سلامتك اختي، على سلامتك.
هي بنقول لك من ناحية المغرب راه ما فيش العلاج، يعني من هاد الناحية ما كاينش. ربي يحفظك اختي الكريمه، شكرا لك. يلا بسلام. شكرا لك، شكرا لك. هادو هما النساء الفحلات يعترفون بخير اوروبا. مرا فحله كتعاود ليا، كتعاود كتقول لك الواقع ضرك، انت مالكش ضرك. السيده كتقول الواقع، السيده كتقول الحقيقه، وهذا الشيء اللي كتقول هاد السيده هادي، اللي قالتو هاد السيده هادي، الا ما قالتوش عندي في اللايف غتحاسب عليه غدا قدام الله، لانه بحالكم منافقين كتطلعوا كتنافقوا. السيده طلعت قالت الحقيقه، قالت انا كنت في المغرب ما خليت فين مشيت باش نداوى، ما كاين والو. المغرب ما فيه صحه، ما فيه تعليم، ما فيه حق في العيش الكريم، ما فيه كرامه، ما فيه حريه التعبير، ما فيه حتى شي حاجه. شنو كاين في المغرب؟ اشنو كاين في المغرب؟ عطيوني حاجه وحده كاينه في المغرب. شنو السبب؟ الموضوع ديالي حنا خرجنا على الموضوع ديالي هما الاسباب اللي تخلي النساء انهم يمشيو يحترفوا في الدوريات الخليجيه. هذا هو الموضوع ديالي. علاش الامارات تجري على النساء؟ شوف دابا هاد السيده مسكينه الله اعلم كيفاش جات لسويسرا، كيفاش جات مسكينه لسويسرا مسكينه، الله اعلم باش خسر عليها ديال الفلوس وما خسرت عليها ديال الفلوس. باينه فيها انها هي كبرت هنا، باينه حتى من اللهجه ديالها مسكينه انها بحال قلتي ما بقاتش هذيك العربيه مقاده. سيده كبرات هنايا. تزيد ارى واحده اخرى عاوتاني. يلا كبسوا الاخوان، التكبيس راه مخرخر، والتكبيس راه مخرخره الاخوان، التكبيس راه مخرخر. ما تسناوش نقول لك كبسوا لنا الله يحفظكم. نموتوا بالسم على اساس انه المغرب هي دوله سويسرا افريقيا. المغرب سويسرا افريقيا. نموتوا بالسم، كنموتوا بالسم، كنموتوا بالسم. ملي كنشوفوا بلادنا مسكينه غاديه اللور، كنشوفوا الشعب المغربي ما لاقي ما ياكل، كنموتوا بالسم صحيح. موت بالسم قال لك، وهضر مع هاد الشعب هذا. بنادم حاط رايه اليوطي، الرايه تقول لي شكون صايب هاد الرايه ديال من هاد الرايه؟ ما عرفتش. راه المغرب انزل ابو زبال، انزل ابو زبال، انزل ابو زبال وريح لتحت كبس، ريح ابو زبال في القمر واحد محمد الخامس، انزل تحت كبس ولا طلع للقمر واحد محمد الخامس. ماشي بحال هاد القربوز هذا فينا هو قال لي هضر بالامازيغيه. اجي هنا انت، اجي هنا، ماشي بحالك انت، ماشي بحالك. ما تفرع لنا راسنا بالامازيغيه ولا صاحبي؟ العنصريه انا ما كنحملش هاد بوزبال العنصري. هضر بالامازيغيه، هضر بايده وتنانيه. سير ابو زبال العنصري الاخر. الشعب ديال عنصري يا صاحبي، بلاه الشعب مريض. وطلع عليهم داك عصيد، دار لهم عصيده في دماغهم، عصدهم. عصيد كيدخل الزبابل ديال الفلوس، كيدخلهم على ظهرهم، الزبابل ديال الفلوس كيدخلهم على ظهر القرابز هادو، وكيسحب هو ماشي. انت قربوزي، انت ما كتفهمش، ما كتخدمش عقلك. الناس كياكلوا على ظهرك الزبل ديال الفلوس. عاصي كيضرب على ظهرك الملاير، جاي يكتب لي بالامازيغيه، هضر بالامازيغيه. راه كاين الامازيغيه وكاين القربوزيه، كاينين جوج لغات اللي كاينين في المغرب، كاين القرابز وكاين الامازيغ. يلا مشي وجي عندي عاوتاني. بنادم مريض اصاحبي، عنده واحد العقليه ديال المرض. بغيت تنصر معك حتى في اللايف. هضر الامازيغيه، هضر والله يعطيك المر. هي القحترفه والمحترفه، المحترفه والمحترفه. مشات والو. دابا باش تطلع هاد البشر هذا، تناقش مع شي واحد هنايا مستوى عندهم ضعيف، المستوى عندهم ضعيف. بنادم فيه الهضره، فيه اللي فيه الهضره، يطلع، اللي فيه الهضره يطلع. قد تهضر لي في التعاليق ما عندك ما تستافد مني انا. ما هي الاسباب التي دفعت بالامارات، الاسباب اللي دفعت بالامارات انها تجري على المغربيات من المطار، في حين انهم خلاو هاد المخروط، هاد المومياء المحنطه
سمحت بدخول هذه المومياء المحنطة إلى الأراضي الإماراتية. ما الفرق بين المواطن المغربي والمومياء المحنطة محمد السادس؟ شنو هو الفرق بين المواطن المغربي أو المواطنة المغربية وبين المحنط محمد السداسي؟ زيد. السلام عليكم. عليكم السلام. والله نعلق. هي هذه قادر نحلف عليها على انها محترفه في الدوري الاماراتي، قادر انني نحلف عليها على انها محترفه في الدوري الاماراتي. كتسب دابا، هي كتسب مسكينه. قادر نحلف عليها على انها محترفه في الدوري الاماراتي. راه ما كتسبيش، راه ما كاينش كيسمعك. يلاه قلتي الله ينعل حتى لقيتي راسك مسدود ليك المايك. تعرفي تفتحي المايك ولا والو؟ تعرفي تفتحي المايك؟ تعرفي تفتحي؟ يلاه فتحي المايك. انا قلتها لك، يلاه فتحي المايك. فتحي المايك، حيدي ميوت، راني داير لك ميوت. حيدي ميوت صافي، ما تعرفي والو. يلا نزلي، يلا نزلي. ما هي الأسباب التي دفعت الإمارات إلى طرد شنطة من المطار في حين تركت سمحت للمحنط محمد السادس بدخول أراضيها؟ هنا كنطرح السؤال، هل الإمارات أصبحت تستقبل المخروطين عوض؟ واش الإمارات ما بقاش باغية النساء المخروطات ولات باغية الرجال المخروطين؟ زيد. أرى واحدة أخرى عاوتاني. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا انا كنهضر معاك من سويسرا، من جنيف بالضبط. جيد أخس. دابا انت مغربي اخويا ياك؟ مغربي. وما كيجيكش عيب انك تعرف ولاد بلادك وبنات بلادك؟ كنعاير ولاد بلادي. انت علاش كنعاير ولاد بلادي؟ كتعاير ولاد بلادك وبنات بلادك. باش كنعاير بنات ديالنا بلاتي خليني نهضر. راني سولتك باش كنعايرهم. المحنطات شنطه. انا انت مغربي. سمعي، راه السؤال ديالي هو هذه الحلقه، شكون اللي وصل هذيك المراه المغربيه انها تولي شنطه؟ شكون اللي وصلها انها تولي شنطه؟ جاوبيني. شنو الاسباب اللي خلى الامارات انها ترفض دخول النساء المغربيات؟ واش انت عشتي في المغرب، كبرتي في المغرب، تخرجتي لاوروبا؟ كاين شي واحد اخر اللي باغي يناقش؟ كاين شي واحد باغي يناقش ولا والو؟ كبرتي في المغرب انت واش عندك شي جواب على السؤال ديالي ولا ما عندكش؟ بلا ما تهضري فيا انا، ما تخصني فيا انا ما شخصنتش فيك، ما تشخصنيش فيا. انا عندي موضوع، ما هي الاسباب التي دفعت بالامارات الى رفض شنطه وقبول دخول المحنط محمد السادس؟ يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. نتناقش اخويا بكل هدوء ممكن؟ عرف براسك، انا كنعرفك. غادي تسب، غازي عرف براسك وفين كتعيش حاليا. انا تنعيش في بلادي. كتعيش في بلادك؟ افتح ديك الكاميرا، افتح ديك الكاميرا نشوف بلادك. افتح كاميرا نشوف المغرب. افتح الميوت نطيرك للقمر. افتح الكاميرا نشوف البلاد. 1. افتح الكاميرا نشوف المغرب. 2. افتح الكاميرا نشوف المغرب. 3. افتح الكاميرا نشوف المغرب. 4. طير القمر حدا محمد الخميس. شتيها تحشيها لي انا في اللايف عندي. انا ما كناكلش الخردل، انا ما كناكلش التبن، انا انسان مغربي حر وكنعرف المغاربه. الاغلبيه ديال المغاربه مجرد خريطيه. 99.99 ديال المغاربه خريطيه. و99 اجنتي انايا فينك انتيا؟ اجنتي فينك؟ طوسه غادي تمشي للقمر، غادي تشوف القمر كيفاش داير، غتمشي ديريكت محمد الخميس غادي يطلع عليه. طوسه باي باي حبيبه. قمر سلمي على محمد الخميس، ما بقيتش غتشوفي هذا اللايف. سلمي على محمد الخميس معاك، ما تنسايش سلمي على محمد الخميس. مشي بحالك سبعة زوامل، 7 رجال. مشي بحالك 7 زوامل. مشي بحالك 7 رجال. ولا اجي انت عبدو عادل الى القمر يا عبدو عادل، الى القمر
زياره مكوكيه، انت غادي ترجع في الحلقه القادمه، غادي ترجع غدير البساله بن عمي عندي هنايا، غادي نقادك انا، سمعتينا العياشي، غتجي لعندي هنا اللايف غادي نقادك. اللايف ديالي ما هي الاسباب التي دفعت بالامارات الى طرد مغربيات في حين في المقابل انها قبلت بدخول المحنط محمد السادس الى الامارات والتجول بالاسواق ديالها. هل الدولة الاماراتية اصبحت تقبل بالمخروطين وترفض المخروطات، ولا شنو السبب؟ هذا هو السؤال ديالي. واحد قال لك توحش المغرب، توحش المغرب، طال المغاربه كيهربوا من المغرب، المغاربه كيهربوا من المغرب. زيد ارى واحد اخر عاوتاني، زيد جاب بدا بالخير، زيد. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو هو السؤال اخويا؟ سؤال قمر حدا محمد الخامس تما غتعرف السؤال. انسان كطلعو كطرح السؤال قبل لا نطلع كل انسان عندي في اللايف، كنطرح السؤال والسؤال باين، والانسان كيطلع عندك ما يعرفش يعرف براسو ولا في كيسكن، كيجي لعندك السلام عليكم شنو هو السؤال؟ السؤال ما بقاش عندي، ملي كطلع عندي ما عنديش السؤال، ملي كطلع عندي كنطرح لك السؤال قبل لا تطلع، كنطرح لك السؤال قبل لا تطلع. قلت لك ما هي الأسباب التي دفعت بالإمارات إلى طرد المغربيات في حين أنها قبلت، أو لا في المقابل الإمارات قبلت بالمحنط محمد السادس في أراضيها. هل الإمارات أصبحت تستقبل المخروطين عوض المخروطات؟ عزين سير بعيد منا، عزين سير صاحبي سير. زيد انا نشوف هذا. هذيك خدمه سيكسيك ودي عزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك؟ لاباس عليا. وهداك البوطو ديال الدوري ديالك خاطر طفى ليا التليفون. مشى البوطو ديال بني ملال مالو؟ والله الا ما بقاش بحيدوه. قلتها لك انا، قلت لك حيدوه. وهداك النهار عييت نطلع باش نهضر معاك وما بقيتيش طلعتيني وكان طفى ليا التليفون. ماشي مشكل اختي. ياك على باس عليك؟ بخير ربي يحفظك اختي سعديه. ديال مع الصحه هاني. بارك الله فيك بخير الحمد لله. هادشي علاش انا ما دخلني حتى بحاجه، انا طلعت غير نسلم عليك ونضحك معاك ونقول داك البوطو ديال الدوره حيدوه. ربي يحفظك اختي سعديه، ربي يحفظك. يا الله تهلا براسك والله يعاونك. سلامه سلامه الله يعاونك. امين. يا مغربيه، هذه راه مغربيه اختلف معها 99.99%. 99.99 كنختلف مع هذا السيد. مسكينه كتقول عاش الملك، مسكينه كتقول عاش الملك، ولكن كنختلف معاه وهي كتحتارمني وانا كنحتارمها. واحد النهار طلعت كتناقش معايا هنايا وكناقشوا وهضرت معاها على مدينتها، جبت لها بني ملال وجبت لها كذا وكذا، وعطيتها واحد الامر، واحد الواقعه كانت وقعت لي في بني ملال، وعطيتها شي حوايج اللي واقعيه في بني ملال عندها، وصافي نزلات قالت لي تحياتي ليك ونزلات، وبقات العلاقه بيناتنا. كتجي اللايف عندي هنايا ما كتداخلش، عارف بنان صاحبي راه الواقع ديالنا كنعرفو، بنان كيعرف الواقع ديالو. ما قدرتيش تقول شي حاجه سكوت صاحبي، ما قدرتي تقول والو صافي ريح. ما شوف غنطلعكم عاوتاني، ها اسمع السؤال قبل لا تطلع ابن عمي. ما هي الاسباب ما هي اسباب طرد شنطه من الامارات؟ ولماذا الامارات تقبل بدخول المحنط محمد السادس؟ شوفوا المحنط، شوفوا سبحانك يا عظيم. يلا شي واحد يطلع يناقش باحترام، شي واحد يطلع يناقش باحترام. شي بحالك انت ربيع، شي بحالك قربوز، شي بحالك عشاء حزقين. زيد
السلام عليكم. عليكم السلام. أخي بخير، هاني ليا كلشي مزيان. بخير الحمد لله. جمعة مباركة. الله يبارك فيك. ومال خويا داك المعلم مع الكيش دالك؟ شنو هو هذا محمد هذا؟ وايلي واش سير احترامي الياس. لا احتراماتي ليه، انت قول لي احترامك احترموش. انا واحد الانسان اللي كيدفع بالنساء انهم يهاجروا البلاد ويمشيو يلعبوا في الدوريات الخليجيه، ويدفع بالشباب انه يتلاحوا في البحر ياكلوا من القرش، ما كنحترموش. ودابا اسم لي الشغل شغلك اخويا، انا طلعت نسلم عليك اخويا، انا من عير من قلتش كلمه طلعت نسلم عليك، الله يعاون صديقي. امين اودي اخويا عبد اللطيف، ربي يحفظك. الله يحفظك خويا، الله يعاونك. شكرا لك خويا. انتم هو مغربي خسرت معاه الهضره، ما خسرش معاه الهضره، ما خسرش معاه الهضره. طلع ما قال لك انا ما نقدرش نناقش ذاك الموضوع. صافي، انسان بنادم راه كيعرف الشيء. بنادم كامل اللي كيطلعوا راه عارفين، الحقيقه. هاد الحقيقه اللي كنقولها راه كيعرفوها، راه كيعرفوا هاد الحقيقه اللي كنقولها انا، كيعرفوا باللي هادوك النساء السباب ديال الهروب ديالهم للدوريات الخارجيه هو المحنط محمد السادس، وكيعرفوا بانه هما سبابهم باش وصلوا لاوروبا هو المحنط محمد السادس. علاش دابا الانسان كيقول لك المغربي كيوصل لاوروبا كيجي في قوارب الموت، كيجي على دول بالقرن، كيوصل لاوروبا كيقول لك عاش الملك. عرفتي علاش؟ لان الملك هو اللي هجروا من المغرب. كون ما كانش الملك ما كانش غيهجر، كون ما كانش الملك ما كانش غادي يهاجر بلادو، كان غيبقى في المغرب. هو باغي يا سيدي، باغي يا شريف، باغي يجي لاوروبا. كون ما كانش الملك ما غيكونش في اوروبا، كان غادي يعيش في المغرب معزز مكرم. ولكن الملك هو اللي هجرو. مني هجرو كيجي هنا كيقول وعاش الملك، هو اللي هجرني. كون ما كانش الملك وما رانيش هنايا. وبالفعل كون ما كانش الملك ما غيكونش هو هنا، وما غنكونش انا هنا، وما غيكونش هاد المغاربه كاملين هنايا. والباسبور ما كيعطوش ليك، الباسبور ما كيدخلش. والجزائر ما يدخلكش ليها، الجزائر ما يدخلكش ليها. وموريتانيا الباسبور ديالك موريتانيا ما يدخلكش، موريتانيا ما يدخلكش ليها. وجنوب افريقيا ما يدخلكش ليها ابن عمي، ناميبيا ما يدخلكش ليها. وبغيتي انت نقول انا عاش الملك. عاش الملك باش عاش الملك. علاش عاش الملك؟ عشت بعدا انا باش يعيش الملك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك خويا؟ كلشي مزيان؟ اي بخير الحمد لله. الحمد لله. انت واش مغربيه بعدا؟ مغربي. ايوا انت اللي كيبان لي ماشي مغربيه. لا خويا انا مغربيه وكنموت على بلادي وعزيز عليا الملك ديالي من بعد عزيز عليك حيت انت راكي في فرنسا، كلشي عزيز عليك. علاش انت فين كاين؟ انا كاين في فرنسا. ايوا مزيان. ايوا دابا ها انت كاين في فرنسا، وعلاش كاع هاد التناقض زعما؟ علاش؟ حيت انا ماشي منافق بحالك انت اللي جالسه في فرنسا كتعيش النعيم، كان عندك حق في الصحه، حق في التعليم، حق في العيش الكريم، وكتطبلي للملك اللي كيهجر في داك الشعب وكيدفع بداك النساء انهم يهاجروا من ديك الاراضي ويمشيو للدول الخليج، ويدفع بالشباب انهم ياكلهم الحوت في البحر. شكون اللي كيدفع هذوك الشباب انهم يتلاحوا في البحر يموتوا في البحر؟ ماشي الملك اللي مفقرهم ويجوعهم ونهب لهم الثروات ديالهم؟ ما هجرش، هو الشعب اللي باغي يمشي. ياك لا. وعلاش الشعب الفرنسي ما يختار حتى هو يركب في قوارب الموت ينزل شي دوله اخرى، يركب في فلوكه حتى هو يموت في البحر؟ علاش النساء الفرنسيات ما يحترفوش في الدوري الخليجي، يختاروا حتى هما يهربوا؟ علاش؟ هاد السؤال خصك تطرحيه على راسك. علاش الاوروبيين ما يهاجروش في قوارب الموت؟ علاش الاوروبيين ما نلقاوهمش مثلا في البرازيل كينعسوا في الشارع كيف ما كينعسوا؟ دابا راه كيهربوا للمغرب، راه كيمشيو دابا للمغرب كيعيشوا في المغرب. الكور راه كيمشيو دابا حاليا للمغرب كيعيشوا في المغرب. زعما انت كتهضر لي على الصالير؟ لا سمعيني. اما كاين شي قاوري كيمشي كيحرق المغرب، اولا كيمشي كيعيش في المغرب. الكور كيمشي كيشد داك حتى كيشد لونطري ديالو وكيدخل المغرب. والقاوري الا مشى دخل المغرب كيمشي كيدير شركه ديالو في المغرب لانه يستغل اليد العامله الرخيصه فقط. ماشي كيمشي كيخدم في المغرب تما يخدم بالصالير ديالو. تخدم بالصالير. شنو هو الصالير في المغرب؟ الفرنسي او الاوروبي بين قوسين ملي كيمشي للمغرب وكيبغي يخدم بالصالير، راه الدوله المغربيه اللي كتجيبو كتحطو كادر ديال شي بلاصه كبيره وكيتخلص فيها 5000 ولا 6000 الاورو المغربي. ما يشداش، كيشد الاجنبي. عطينا شي اوروبي مشى للمغرب كيخدم بالصالير ديال 300 اورو ولا ديال 100 اورو.
راه كاينين المغربيات في المغرب كياخذوا 100 اورو للشهر. كيف نقول لك دابا انت من هذا الشيء هذا كاع كامل زعما دابا انت اللي كدير زعما واش في نظرك زعما غادي تقدر تبدل شي حاجه؟ ما غادي نبدل والو، ما غادي نبدل والو، لان التغيير ما غاديش يجي، ما غايجيش بين ليله وضحاها. التغيير كيجي على سنوات، 10 سنين، 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه. راه هذا الشيء دابا انت اللي كدير فيه، قال لك سخونيه الراس كترجع بالنسبه. وشوفي ديك الهضره ديال المخزن، سمعي نقول لك سخونيه الراس وديك غادي تبرد وغادي دير داكشي سمعتو داخل الحبس. انت يلاه جيتي لعندي هنا لفرنسا، هذه جيتي لفرنسا باغي تفرعي لي انا راسي، يلاه جاي عند التيك توك وتقولي لي انا سخونيه الراس. هاد الهضره ديالك انت كتقوليها لي انت، وقالوها لي داخل السجن في المغرب. سبيت سيدك داخل المغرب، سبيت هاد الاله ديالك المعبود، هاد الاله المعبود ديالك سبيتو داخل الحبس، وقالوا لي سخونيه الراس ترجع بالبروديه. وقلت لهم الا رجعت سخونيه الراس للبروديه راني حمار، لانني مغربي حر وماشي بحالكم نتوما، انا ماشي كاموني. لان كانت جاتني واحد لابيل شوف الاخرين، شي وحدين كيكتبوا الارقام كيسحبوا واش الارقام كيطيح اللايف مساكن. شي وحدين شي جهلاء عندي هنايا كيسحبوا واش الارقام كيطيحوا اللايف مساكن، ما عندهمش مستوى باش يناقشوا، ما عندهمش مستوى. دابا هاد السيده داك الكلام اللي كتقول اللي جات قالته ليا انا غنقولوا لك من هنا، انا غادي نقولوا لك داك الكلام ديال سخونيه الراس. قلتها لك قلت لك اوديك هضره سمعناها داخل المغرب، وما غاديش نتراجعوا اللور، ما غاديش نتراجعوا. راني في اوروبا باقي كناضل، راه انا بحالك قادر انني نسد هذا اللايف هذا ونسكت. راه قالوها نور زينو، كتعرفي نور زينو؟ انت راك عارفك هنا، كتعرفي نور زينو ولا ما كتعرفيش؟ دخلي لجوجل اليوتيوب وديري نور زينو تعرفي شكون هو نور زينو. قالوها لي، قال نفس الكلام قالوها لي، قالوا لي اودي راك سخونيه الراس غادي ترجع بالبروديه. اجي انت شريف، اجي انت هنا. فين هو هذا لي موديراتور؟ شكون اللي معايا لي موديراتور هنايا؟ شكون اللي معايا لي موديراتور؟ كاينين شي وحدين خصهم يطيروا القمر ديريكت. نور زينو كان حتى هو كان كيسب الملك من الصباح حتى العشيه، غا هو الطريقه باش كيتكلم على الملك مستوى ضعيف، كيضل يقول زامل طق ولد كذا يضل ما كيطلعش بنادم، كيبقى يسب فيه. وفي الاخير رجع للمغرب معزز مكرم ودا الفلوس عند المخابرات المغربيه. انت اللي جايه باغا تناقشي معايا، انت ما كيعرفكش كاع النظام المخزني شكون انت، ما كيعرفكش النظام المخزني شكون انت اصلا. شكون انت عايشه في فرنسا؟ شكون انت؟ شي بنادم طلع بنادم تعطيه مساحه باش يناقش معاك الموضوع، كيجي كيبدا يشخصن فيك لان المستوى عندهم ضعيف وما عندوش باش يناقشوك ما عندهمش. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي الكريم، بالنسبة للناس بالنسبة للدول اللي كتطرد أم شنطة أنت بيدك إلا كان عندك. ما هي اسباب طرد ام شنطه؟ طلع اللايف، عرف براسك المدينه ديالك وما تشخصنش فيا، ما تشخصن فيا ننزلك ابن عمي، تشخصن فيا ننزلك ديريكت، تلقى راسك في القمر حدا محمد الخامس. ما كاين لا انت بيدك ولا انا بيدي ولا. دخل لي في الموضوع. اسباب طرد ام شنطه من الامارات، اسباب طرد ام شنطه من الامارات، هذا هو السؤال ديالي. اسباب الطرد ديالها ولماذا الامارات استقبلت المومياء محمد السادس. تطلع عندي اللايف، عرف براسك المدينه ديالك ودخل في النقاش وما تشخصنش فيا، نخليك نناقش معك حتى الغدا، ما عنديش المشكل، ولكن عرف براسك المدينه ديالك ودخل في النقاش. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك عجرود عبد الكريم من مدينة ستراسبورغ فرنسا. زيد اخويا. خويا بغينا غير قبيله وانا نسمع لك. هاد مولات الشنطة مع الملك تاعنا ما عندها ما يندار. الحزقة تاع البلاد ماشي هو المشكل، هو كيعاونهم، هو كيعطي لهم كل شيء، ولكن المشكل اخويا في ديك الوزراء، المشكل في اخنوش في ديك الشفارة. كريم كيعاونهم كيفاش كيعاون؟
فاش كيعاونوه يقول لي اخويا انت واش انت عايش في المغرب، عارف الفرق ما بين الوقيته تاع حسن الثاني والوقيته تاع محمد السادس؟ واش باغي تناقش ولا والو؟ انا باغي نناقش اخويا، غير انت اللي تقول لي خلينا كلمه في الناس. الموضوع بلا ما تبقى تقول لي شتي الفرق، راه غنجبد لك الفرق بالدلائل وغتبقى تقول لي عاوتاني لا 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 الجزائر صديقي انا عايش في وقيته. شريف تقول لي عشت ولا ما عيش ولا ما تعيش، انت كتعيش حاليا في اوروبا، عيش ولا ما تعيش. ما تقولش لي انا غنجبد لك الفرق بالدلائل بالوثائق الدوليه والتقارير الدوليه. دابا انا باغي نناقش معاك الموضوع، واش باغي تدخل معايا في النقاش الموضوع ولا باغي تقول لي انا عايش في الحسن الثاني وراني عايش في محمد السادس؟ هادشي اللي بغيت. يلا تقول لي انا عشت ولا ما عشت، تبا راه عاش، جدي راه عاش. يلا شريف، ما كاينش هاد السيد هذا. يلا شريف العلوي، بنادم فرع الراس ما يقدرش يناقش الموضوع، يدخل لك في الموضوع. هو باغي يجيب لك مبرر، باغي يقول لك انا عشت في الحسن الثاني وكاين فرق، حتى انا الوالد ديالي عاش مع الحسن الثاني. ونسول الوالد ديالي قال لك اسيدي العهد ديال الحسن الثاني كانت الامور مزيانه، الوالد ديالي كان كيبيع الجمله في العهد ديال الحسن الثاني، كيجيب السلع كيبيعها بالجمله ويتصور فلوس بزاف ديال الفلوس كان كيصور في الحسن. دابا الحزقه يا ابن عمي، الحزقه شنو تغير في البلاد في العهد الحسن الثاني ودابا شنو تغير؟ في الصحه كنا حنا في مراتب متقدمه ولينا في مراتب متاخره، في التعليم كنا في مراتب متقدمه دابا ولينا في مراتب متاخره، في العيش الكريم كنا في مراتب متقدمه ولينا في مراتب متاخره. اشنو دابا حاليا ولينا من الدول الاولى في طلب اللجوء في اوروبا، من الدول الاولى في هجره الادمغه بعد سوريا. اشنو بغيتي مازال؟ صاحبي انا شعب صاحبي. السلام عليكم الحميري، اقول لي انت اصلك منين؟ باش تلقى شي واحد يناقش معاك خصك تضرب 30 واحد 40 واحد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ ديالنا لاباس عليك؟ بخير بخير الحمد لله. كيف الحال؟ زيد اخويا عرفنا براسكم مدينه ودخل في النقاش. واش كاين شي برد تما عندكم في باري ولا والو؟ زيد كاين شي واحد باغي يناقش؟ كاين شي واحد باغي يعطينا شي حاجه نناقشوا معاه شويه؟ علاش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كنسمعك شاخي. ما تسمعنيش؟ اخ نزل تحت واسمعني. ما عندهمش باش غيناقشوا معايا انا، راسهم خاويين، ما عندهم والو، تناقش معاه هو كيخرج لك على الموضوع، هو ما باغيش يناقشوا الموضوع، ما يقدرش شي واحد يناقش معاك الموضوع. المرأة الوحيدة على الرغم من انها عياشية طلعت ناقشت معايا الموضوع بكل احترام، قالت لك انا السياسة ما دخلنيش فيها، مع العلم انه هذا الشيء الفساد والدعارة اللي عندنا في المغرب عندها دخل في السياسة عندها علاقة بالتخربيق اللي عندنا، الدعارة وهذا وقلتها قبيله. كم السياسه كتدي الاقتصاد والاقتصاد كيدي السياسه دائما هذه هي القاعده. كتكون كتهضر في السياسه وكتلقى راسك في الاقتصاد. دابا ملي غنهضروا على الدعاره غنبقاو نهضروا نتكلموا السبب تبقى تهضر على الدعاره، ما كيمشي ومن بعد شكون السبب لان النظام المغربي باغي يدخل الماء. احنا ولينا في السياسه، احنا كنا كنهضروا على الملك. دائما السياسه كتلقى راسك في الاقتصاد، ودائما الاقتصاد تكون تهضر على شي حاجه اقتصاديه وتلقى راسك في امور اللي هي سياسيه، تكون تكلمها على تخربيقه على محل تجاري تلقى راسك مع الملك، مواجهه مع الملك. هذه قاعده معروفه، لانه اي حاجه عندها السياسه عندها علاقه مع الاقتصاد، والاقتصاد عنده علاقه مع السياسه وغادي الامور، هذه حاجه باينه. ولكن المواطن المغربي ما يقدرش يطلع يناقش معاك. المواطن المغربي راسه مربع طلعوا تبغي تناقش معاه مسكين ما عنده والو، يطلع لهنايا يبدا يقول لك ياسين فلان منين انت، منين جداك، منين امك، انت راه ما عندك ما تستافد منها ابن عمي،
ما عندك ما تستافد مني يا ابن عمي والو، راه ما تبلبلط، ما عندك ما تستافد مني يا ابن عمي، ما عندك ما تخربق عندي يا ابن عمي، شدك رانا مرخك عندي هنايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي راسك خاوي تهضر على سيادك واحشم شويه الله يعطيك الستر. هذاك راه سيدك وتاج راسك. تاج راسك انتي، تاج راسك انتي. تاج راسي تاج راسك. ويا ام شنطه، يا ام شنطه من يجي لعندي، يا ام شنطه، يا المحترفه في الدوري الخليجي، من يجي لعندي خاصك اولا ترباي وتبيني على انك بنت المملكه المغربيه، تشرفي سيدك وتشرفي المهلكه ديالك. المشكله ديالك كتجي هنايا وكتظني بانك غادي تهينيني، ولكن انت اللي كتهيني الملكيه ديالك وكتهيني النظام ديالك وكتهيني المملكه ولا المهلكه ديالك يا ام شنطه. المشكله ديالكم ما شرفتوا بلادكم، ما شرفتوا نظامكم. صافي ام شنطه مشيتي، ما شرفتوا حتى شي حاجه يا ام شنطه. كتجيو لعندي كتشوهوا ببلادكم وتشوهوا بنظامكم وتشوهوا بشعبكم، وبحالك انت هو اللي يشوه بينا. السيده دابا راه عايشه في اوروبا، السيده راه عايشه في اوروبا وكتدافع على المحنط محمد السداسي، كتدافع على ميمي ترمون. يلا وتصور معايا وحده طالعه عندي باش تدافع على ميمي ترمون ولا على محنط حميده السداسي وفارعه ليا راسي. دابا هذا ماشي محنط. شوفوا شوف الحاله سبحانك يا عظيم. شوف القدره ديال الله عز وجل كيفاش عطانا الله عبره في هذا السيد. هذا عبره لمن يعتبرها، عبره لاي انسان عاقل، عبره لاي انسان عاقل طاغي في الارض ياخذ العبره من هذا السيد هذا. فرعون في مصر طغى في البلاد، ولكن ما تحنطش في الحياه ديالو، ماشي تحنط في الحياه ديالو، تحنط حتى مات. هنا عندنا فرعون اخر في المغرب، حنط وهو حي. هذا هو حي عيون ديالو، الهيئه ديالو، الراس ديالو، الحاله ديالو هنا يبان لك على انه محنط سبحانك يا عظيم. وهذه قدره الله عز وجل، وهذه دعاوي تاع الشعب المغربي مسكين. الله بين لنا فيه العبره في الارض قبل الممات، في الدنيا قبل الممات، لانه محنط 40 مليون مغربي، محنطوا 40 مليون مغربي محنطوا مسكين. كاين مسكين اللي كيكسر داك التحنيط وكيهرب من ديك البلاد، كيمشي للامارات ويمشي للدول وياكل الحوت، يمشي لاسبانيا، يمشي لفرنسا، يمشي لاوروبا، يمشي وهذا السيد هذا حنط الله كيف ما حنط الشعب المغربي. شوف الحاله ديالو، اقسم لكم بالله الا شي واحد يقول لك هذا حي، بشر حي، تقول ليه ما عرفتش. مخلوق فضائي والله ما جاتش معاه انه يكون مخلوق فضائي، حاشا شوف المخلوقات الفضائيه الاخوان، شوفوا المخلوقات الفضائيه غيبان عليكم، غتشوفوها مخلوقات فضائيه عليها الضوء الاخوان، كيبان لكم على انهم فيهم الحياه، مخلوقات فضائيه فيهم الحياه على محمد السادس. شوفوا الاخوان، باش تعرفوا بانني احنا ما كنخرطوش. مخلوقات فضائيه، غادي نوري لكم الصوره ديال مخلوقات فضائيه كيبان لك عليها الحيويه. هاد الصور، هاد الشيء اللي كيصوروا لنا حنايا، شوف دابا هذا مخلوق فضائي كيبان لك عليه الحياه، كيبان لك عليه الحياه، كيبان لك على انه حي. شو عينيه كيبان لكم على انه حي، في حين ان محمد السادس. شو ديروا مقارنه الاخوان، باش راه ما كنكذبش الاخوان، اقسم لكم بالله الى واقع هذا. شوف العينين ديال هذا المخلوق الفضائي، وشوفوا العينين ديال حميده السداسي. شوف العينين، شوف هذا يبان راجل على حميده السداسي هذا. شوف مقارنه نجيب وحده. شوف العينين كي دايرين، شوفوا العينين عباد الله ديال محمد السادس وهاد المخلوقات الفضائيه. راه لا مجال للمقارنه، راه الله حنطو في الدنيا قبل الاخره. شوف الحاله ديالو، شوف مليك، قال لك مليك وما يقدرش يرازي، يلبس حويجات بحال البشر، لابس قفطان ديال العيالات ويدور حتى هو مليك. ها هو في فرنسا، ها هو في اسبانيا، ها هو في الامارات، ها هو في دول العالم يدور لابس سريوي ديال الجيل مزوق، لابس سريوي ملصقوا عليه، لابس صباط
فيه 60 سنتيم، ما فهمتش. مره تشوفو داير 45، مره 22 دوغري، كل مره هو مره مقطوع عليه اليد، مره راسو عوج، مره كان كيدير الرياضه. ما عرف السيد كي كان كيدير الرياضه هذه. هاد الرياضه قال لك داير الرياضه وتهرس من يدي، ما عرفتش هاد الرياضه كان هو السيد ما كانش تصيمانه باش بان هو عوج دايرها. نهار الاخر قال لك كان يمارس الرياضه وسقط على يده وكسرت يده. الا كان كيدير الرياضه بالمؤخره ديالو هذه ما زاجت معاه، وقيلا شدو داك يوسف قدور دريها قعد معاه طرد قال لي داك الليد. اما شي رياضه اخرى ما احنا ما عرفناش. هاد الرياضه فين؟ فوق السرير. فين هاد الرياضه كدير؟ هاد الرياضه محمد السادس اصاحبي. على الشعب كيدير اصاحبي، وطلع اصاحبي تقول لي ها الموضوع، ها شنو عندنا، ها علاش كنناقشوا؟ والو هو باغي يناقش، يطلع هنا وباغي يتكلم معاك انت، باغي يقول لك وانت ياسين كنعرفك وانت كتبيع وانت كتفرش وانت كدير وانت طلعتي وانت هبطتي وانت نعستي وانت فقتي وامك دايره وباك فاعل امك دايره وهذا داير اختك وعمتك وخالتك وجدك. هذا هو الموضوع ديالهم، هذا هو الموضوع ديالهم. يا شعب كي داير اصاحبي؟